ده كايتو وهو في المدرسة بيخش عليه صاحبه سيو وبيسألهم عن صاحبهم التالت هنما، بس كايتو بيقول له ان هو ما شافوش من امبارح، بس هو بعت له دعوة امبارح للانضمام للعبة جديدة، ولما بيطلعها ويقرر يجربها ويجي يدوس على التطبيق بيجري عليه سيو عشان يلحقه، لكن بيكون الوقت فات. كايتو قبل الدعوة وفجأة طلع تعبان من الشاشة وعضه في رقبته، فبيجي على الارض وهو فاقد الوعي، ولما بيفتح عينه بيلاقي نفسه في عيادة المدرسة. بتطمنه الدكتور وبتقول له ان دي حالة اغماء بسيط، وفي اثناء ما كايتو مروح بيفتكر اللي حصل معاه وبيقول في دماغه ان ده اكيد مش حقيقة وكانت مجرد هلوسات مش اكتر. عشان كده الفضول بياخده وبيقرر يفتح اللعبة، بس ما بيحصلش حاجة، بتطلع لعبة عادية جدا، وبيجيله كمان اشعار لبدء اول مباراة ليه وبيقبله. مباراة تحدي كايتو ضد باندا، بس الغريب انه بيلف وشه يلاقي باندا قدامه، بس بيفوق على هجوم باندا عليه وبيقدر يتجنبه، لكن التاني ما بيستناش بيجري ويهاجم عليه بسرعة، وكايتو بيفادي نفسه بالشنطة وكمان بيقدر يدفع باندا بعيد عنه، واول ما الباب بيفتح بيجري بسرعة عشان يهرب منه، وبالفعل بيقدر يوصل لنقطة الشرطة وبيطلب من الضابط ان هو يساعده، لكنه ما بيلحقش يعمل حاجه. باندا بيقتله قدام عيون كايتو، بس في اللحظه الاخيره بيظهر سيو ينقذه وبيصرخ في كايتو بان هو يهرب بسرعه لحد ما وقت التحدي يخلص وبكده هيقدر يفوز، لكن باندا فجاه بيختفي ومن الواضح ان دي قدره خاصه بيه، وفعلا بيقدر يتسبب لسيو بهجوم قاتل، ومع ذلك سيو ما استسلمش ووجه له اصابه في رجليه. كايتو بيجري على صاحبه وياخده ويحاول يهرب بيه من المكان، وبعد كده بيستخبوا هما الاثنين في الجراج، وبسرعه بيطلب على طول الاسعاف من تليفونه، بس صاحبه بيقول له انه ده مش هينفع لان في اثناء اللعب بيتم فصلك عن العالم كله، والحاجه الوحيده اللي ممكن تستخدمها هي تطبيق اللعبه نفسه. في نفس الوقت بيكون باندا قرب جدا منهم، بس كوتو بيكون مطمن لانه اكيد مش هيقدر يحدد مكانهم بالظبط، لكن اللي بيحصل العكس تماما. باندا بيقدر يعرف المبنى اللي هم فيه، وده بيخلي كايتو مذهول ازاي قدر يحدد مكانهم بالسهوله دي، بس سي بيقول له ان هو اكيد بيستخدم خاصيه البحث عن العدو في اللعبه نفسها. وبعدها على طول بيوصل باندا لنفس الطابق اللي هم فيه، ومع انهم في نفس الطابق لكنه بيقعد يدور عليه بطريقه عشوائيه، وهنا بيفهم كايتو ان الخاصيه ما بتحددش مكانك بالظبط، فبيقرر ان هو يواجهه، وهو بيوعد سيو ان هو هينهي اللعبه بسرعه وهيجيب له الاسعاف. بعد شويه من المطارده بيقدر يحدد مكانه عن طريق خاصيه البحث في التطبيق. بيخش باندا وبالفعل بيطلق النار على الحمام الوحيد اللي كان بابه مقفول، لكن الحمام بيطلع فاضي. كيوتو بيطلع من وراه من غرفه ادوات الامان وبيهجم عليه بطفايه الحريق، عشان كده باندا بيحاول يهرب بسرعه، بس كايتو ما بيسيبوش وبيفضل متعلق بيه لانه لو اختفى منه ده هيكون معناه موت كايتو نفسه، لكن التاني قدر يفلت منه وكمان فعل قدره الاختفاء. بس وقبل اللحظه الاخيره لحسن حظ كيوتو بتيجي عربيه وتخبط باندا لانهم مش شايفينه، التاني فعل قدره الاختفاء، وبعد كل ده بيحاول يقوم برضه، بس بيكون الوقت انتهى وبيجي اشعار من التطبيق بفوز كايتو على باندا. بتظهر مكعبات بتملى جسم باندا كله، وبتبدا واحده واحده تختفي الاجزاء المحيطه بها المكعبات عشان يختفي خالص. بيرجع يسيطر على اعصابه وينزل بسرعه عشان يطلب الاسعاف لسيو زي ما وعده، بس بيكون الوقت فات. كايتو بيتصدم لما يلاقي النحت على الارض مكان سيو موجود، وده معناه ان هو مات.